هذا ردي للناس دي قالوا يا معتصم تقدم تحضر. يا جماعة الخير انتم فاهمين الانفتاح غلط. مش من التقدم والتحضر انك تخرج اختك بشكل لا يرضي الله ولا رسوله. مش من التقدم والتحضر انها زوجتك تتصور او تصور يدها وتنزل على السوشيال ميديا. هل هذا تقدمكم وهل هذا تحضركم؟ بالعكس انت رجال كفله وما تغار على عرضك. انت رجال كفله وما تخرج خواتك بشكل يرضي الله ورسوله. يا جماعة الخير والله ان احنا وصلنا في زمن يرثى له. اشهد لله انه يشيب لها الراس. في ناس بيردوني على الغلط وبعض احيان اصدق اننا غلط. معتصم ليش تنتقد؟ ليش تفعل؟ ليش تسوي؟ يا جماعة الخير هذولا لو يستمروا على ما هم فيه حيخلوا جيلنا كله منفتح. بعطيكم مثال، طفل بيشاهد بالتلفون ومن الطبيعي انه الطفل غاوي بيصدق اي شيء. شخص هو زوجته نزل يده ويدها، فهذا الطفل طبيعي انه بايتربى على هذا الشيء وبايتزوج بايفعل مثله. فلذلك كافحوا من الان. نص التعليقات ايش دخلك يا معتصم؟ اتركوا الخلق للخالق. ما بيزعل من المقاطع هذولا الا شخص ديوه. اشهد لله ما غايتي مشاهدات والله لايكات، وانتم دارين اي فيديو انزله بينطلق. فانا مش محتاج لهذا الشيء، انا محتاج انه يرجع يمنا مثل قبل. مش احنا نضحك على بعض الدول والعيب فينا. يا جماعة الخير الانفتاح اقسم بالله ان احنا بنروح في 60 داهية اكثر ما احنا الان في 60 داهية. انا ما بيوجعني قلبي الا على الذي احنا حاصلين فيه. نسأل من الله الهداية والثبات.